ما تيجي نبدل الكاتشب والصوصات اللي طالعه جديد والحاجات السايحه والبايخه بالبابا غنوج. يا سلام، بدل ما تاخد كميه السكر والاملاح والمواد الحافظه، لا تاخد بقى مضادات اكسده والياف، وحافظت على صحه القلب والشرايين، وخدت فيتامينات ومعادن، وحافظت على العظام، وعالجت الامساك، وحافظت على وزنك. الدايت سهل، بس احنا محتاجين نغير ثقافتنا. خلي بالك من الجبنه الموتزاريلا وانت بتشتريها، هي المفروض صحيه، لكن معظم اللي موجود في السوق من اصل نباتي، فمليانة دهون مشبعة. كتر الاستخدام ليها بيأثر على صحة القلب والأوعية الدموية، وبيرفع الكوليسترول والضغط، كمان ممكن يزودك في الوزن، وبيأثر على صحة الجهاز الهضمي. وفي ناس مغرمة بيها وبيعملوا لها وصفات مخصوص، وبيدخلوها مع البيتزا والبيض والبسطرمة والتوست. فلو انت بتحبها، حاول تجيب نوع خالي من الزيوت النباتية ومعمولة من الألبان 100%. وعايزة الفت نظرك لحاجة مهمة جدا، مفيش حاجة اسمها بديل او شبيه او مثيل او انالوج للمنتج اللي انت رايح تشتريه. يعني مفيش حاجه اسمها انالوج للموتزاريلا، مفيش حاجه اسمها بطعم وريحه الزبده الصفراء. يا زبده يا لا، يا جبنه موتزاريلا يا لا. مفيش حاجه اسمها بطعم الالبان. هات المنتجات اللي انت عارف شكلها، لكن الشبيه ده تبدأ هنا تشك ان في حاجة غلط. وفي حاجة تانية مهمة جدا خد بالك منها، الاسعار والعروض. لو لقيت السعر مش متناسب مع جودة المنتج ما تشتريش. يعني مثلا الجبنة الرومي بتتعمل من كيلوات كتير من اللبن، لو لقيت عليها عرض او سعرها رخيص فما تشتريش احسن، وما تقوليش التانية غالية، صحتك اهم. مثلا الزبدة البلدي غالية، فما تشتريش حاجة بطعم وريحة الزبدة البلدي. يا تشتري الزبدة البلدي نفسها، يا ما تشتريش خالص. اصل اللي هتتوفره دلوقتي هتدفعه بعدين على صحتك وعلى الادوية. وابعد عن المنتجات مجهولة المصدر، اللي لا عارفين مين صنعها ولا جت منين ولا ليها تاريخ صلاحية، وبتتباع كده بكميات كبيرة في شويلة، زي بعض انواع التوابل اللي بيسموها توابل البطاطس وتوابل الشيبسي. وكمان في حاجة اسمها فنكوش، اموت واعرف الفنكوش ده بيجيلك قلب منين تجيبه وتقليه وتديه لولادك. وابعد عن الحاجات اللي ليها اطعمة قوية زي المرقة، توابل الاندومي، لان فيها مادة اسمها ليمون وصوديوم جلوتاميت. هتقولي ما انا ما بستخدمهاش بكميات كبيرة. لا، لانها موجودة في منتجات كتير حواليك وانت مش واخد بالك. موجودة في الشيبسي، موجودة في المرقة، موجودة في انواع توابل كتير بتستخدمها في حياتك اليومية. لا، واللي يطلعوا يقولوا لك خلاص لقينا طريقة عمل الاندومي بأمان في البيت، اجي ادور وراهم الاقيهم برضو حاطين مرقة. طب ما ألعن وأضل، ويفيد بإيه يا ندم؟ أنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. قولي، هل بتقرأ المكونات بتاعة المنتجات اللي انت بتشتريها؟ وإيه التوابل اللي انت بتستخدمها في أكلك؟ وهل بتفضل التوابل السايبة ولا التوابل المغلفة بتاعة الشركات؟